بعد ما عملنا العصير والزبادي في الفيديو الاولاني زي ما قلت لكم اسكتوا وكملوا. دي البطايه انا غسلاها طبعا امبارح ومنضفاها جدا، وكنت سايباها في الرف اللي تحت الفريزر. عملت لها البصله بتاعتها بملح وفلفل والبهارات، وبقطع معاها بطاطس مكعبات بحشي بيها البطايه. انا عندي شوربه في الفريزر هطلعها للمحشي اللي انا عملت الخلطه بتاعته برضه. دي البطايه اهي، انا حطيتها في الكيس الحراري طبعا. ايه، حطيت لها دقيق بالخلطه مخليها فيها النضوف. بقى البطايه بتتغسل، بيحط لها بصل وملح وفلفل وبهارات، وبنقطع معاها مكعبات بطاطس، بنقلبها مع بعض وبنحشي بيها البطايه وبندخلها في الكيس. الكيس بنبدره طبعا بالدقيق عشان ما تلزقش. انا مشغله الفرن طبعا يسخن، مشغله الفرن بتاعي يسخن. وبعدين الكيس طبعا لازم ايه نخرجه كده، نبقى ايه خلصنا من حاجه. دي البطايه هندخلها بقى. دي خلطة المحشي. انا مش بحمر البصلة، انا بحط البصلة على السمنة والزيت، عليها الصلصة والخضار طبعا، ملح وفلفل وكمون نعناع ناشف، ال7 بهارات، بقلبهم مع بعض. انا بحاول اقصر عليكم الفيديو. هنا انا غسله الكوسه والبتنجان بتوعي. هبتدي احشي وندخل كله مع بعض في الفرن، لان انا هعمله النهارده المحشي في الفرن. معايا الرز اللي انا غسلاه ومصفياه اهو ناشف خالص، الرز بتاعنا ناشف خالص اهو. بتاخدي الخلطة على قد الرز، خدته كله خدته، ما خدتوش هتشيلي الباقي عندك، تنفعك في اي حاجة تانية في اي وقت. هنا الخلطة هي الصينية اللي انا بحشي فيها، عشان هاكله النهارده هدخله الفرن، مش هعمل حاجة لان عندي على البوتاجاز من بره، لان انا عندي شوربة في الفريزر مطلعة. الصواني دي ميزتها بدخلها الفرن وبحطها على السفرة، ما بضطرش بقى انقل اطباق ولا حاجه، يبقى فيها بقى الحاجات كتير. انا خلصت الكوسه والبتنجان. هنا هعمل ورق الكرنب، هعمله في كميات صغيرين عشان احط واحده على السفرة من الحاجات واحده. طبعا كلنا عارفين الكرنب بيتسلق ويتقطع ازاي، بس انا بحاول اقصر عليكم الفيديو عشان انا عارفه ان وقت رمضان ايه قصير. كله النهارده في الفرن، والحاجات كلها تدخل غسالة الاطباق، احنا تعبانين من السياق. هنا الشكل النهائي بتاعنا اهو. دي الكوسه والبتنجان حطيت معاهم فلفلايه وطماطمايه. ده الكرنب طبعا بعمل دورين بس، بتسيبه حتى اللي ايه عشان يستوي فيه. الشوربه حطيت فيها معلقه صلصه، وبحط فيها في الصينيه بس شوربه، مش بنخلي الشوربه تغطيها.
اغطيهم وادخلهم الفرن. كده بقى حطينا في الفرن البط والمحشي وعملنا الزبادي والعصير في الفيديو الثاني. فاضل هنمشي السمبوسة والقطايف بس. هنا طلعنا الغداية بتاعتنا ندخلها بس تحت الشواية ثواني تاخد ايه الوش بتاعنا اللي تحت. هنقدمها في نفس الصينية بتاعتنا بالمحشي كده اريح لك. حطيت الفراخ او البط في الكيس في الفرن والمحشي كمان في الفرن. هتبقى الحاجات اللي هتتغسل كمان قليله. الف صحه وهنا وربنا يسعدكم ويسعدنا كلنا في رفقنا ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا كلنا.